تحياتي للجميع. رح نعرض فيديو هلا رح نشوفه سوا. فيديو لإعلاميين موجودين داخل الشمال. نحن دايما بنطلع بنقول ما في شيء اسمه ثورة، ما في شيء اسمه حرية، ما في شيء اسمه كرامة. كلنا عايشين كلنا بكرامة، والحرية أكثر ناس نحن بسوريا كنا ماخذين حرية. اجت ثورة مأجورة حقها ربع فرنك بأيام الغلا كمان. دخلوا مرتزقة على هالبلد لتدميره كرامة المال. هلا رح فرجيكم مقطع، وإن شاء الله بالمقاطع الجاية بنحكي أكثر. رح نشوف مقطع لبعض الأوساخ اللي يدعوا الإعلاميين داخل الشمال السوري. 4-5 إعلاميين عم بيصوروا بنفس المنطقة، يعني بنفس المكان. شوفوا وتضحكوا. خلي من يدعوا الثورة المأجورة يشوفوا الفبركة ويشوفوا الأكاذيب، إن كان من قتل أطفال أو من تدمير بيوت أو إلى آخره. خلينا نراقب ونشوف الفيديو. خلينا نشوف الفيديو كلنا سوا اضحكوا على هدول الحسالة الزبالة اللي لعبوا ببلدهم، لعبوا بعرض هالبلد، عملوا انقلاب على دولة سرميتها بتسوى الكون، عملوا انقلاب على رئيس سرميته بتسوى الكون. طالبوا بحرية هي كانت موجودة أكثر شيء بسوريا. البلد الوحيد اللي فيه حرية هي سوريا. يشوفوا بالشمال كيف عم تغتصب نسائهم وأعراضهم والسرقات وقمع الحريات والأتاوي واعتقالات الأطفال والنساء. شوفوا هيدا الفيديو وتضحكوا على الفبركة. حصيلة المجزرة حتى اللحظة أكثر من 9 شهداء، 10 أشخاص، 10 شهداء. يقال بأن الحصيلة قد وصلت إلى 11 شهيد، على الأقل بينهم 6 أطفال، 7 أطفال استشهدوا، 15 شهيد. واللي بده يزيد بدي خوصكم. العمل اللي ضربكم ما اجحشكم، خجلتونا. إذا كحصيلة أولية شهيدة امرأة وإصابة آخرين بجروح من عمال قطاف الزيتون. يا يوب هذا خوزق لنظامي. الو ولك الو. شايفين الحمار ما بيفرق عني شيء. هذا الحمار انا وزويت، جايبلكوا صوتي انا وزويت. طلعت لفوق نزلت لتحت لحظة الحمار. ايه ايش بكم مستغربين؟ لك ايه انا اعلامي حمار. الو. طبعا هذا هادل عبد الله وابو جمل الحسن وغيره من الاعلاميين الكذابين. لاحظتوا لكم بالفيديو كلهم عم بيصوروا بنفس المنطقة، يعني اللي فضحهم الشادر اللي حاطينه بالارض كمان. هذا هو الاعلام المأجور، الثورة المأجورة، الاعلام اللي حقه فرنك مصدي. لسه الفضائح على اكثر واكثر بالفيديوهات اللي جاي. تحياتي لكل شريف موجود بسوريا وخارج سوريا. تحياتي لكل ابن اصل بين معدنه من 2011 لغاية اليوم. ان شاء الله النصر لكل شريف، النصر للجيش العربي السوري، النصر للرئيس بشار الاسد. تحياتي لكم جميعا.